شاب عنده 34 سنة جاي يشتكي من ألم في صدره جامد النهجان ده بيزيد مع المجهود أو مع شدة الأعصاب أو النرفزة، وفي نفس الوقت كمان هو بيحس بإن حاسس ضربات قلبه، يعني حاسس بضربات قلبه وهي بتدق جامد، هو بيحس بيها. ومع الكلام ده هو ما بيعرفش ياخد نفسه كويس، خصوصا لو هينام. يعني لو هينام زي ما بينام على السرير حاسس ان هو مش عارف ياخد نفسه جامد، ويحس ان هو تعبان ونفسه رايح منه، وممكن يكح كتير قوي، يقعد يكح كتير قوي. طيب، ما عملنا له كشفنا عليه، شكينا ان يكون في ضيق في الصمام المترالي، وعملنا له ايكو فطلع فيه ضيق في الصمام المترالي. طيب، الضيق ده هل كان لوحده؟ لا، كان معاه صوره من صور ان في ضغط عالي. طبعا ضيق الصمام المترالي في المراحل الاولانيه بيعمل ضغط واطي مش ضغط عالي. طيب، بعد شويه بيبتدي يحصل حاجه اسمها فوليوم اوفرلود، فيبتدي يحصل ان الضغط يعلى. طيب، والضغط لما بيعلى بيبتدي يحس ان هو مش عارف ياخد نفسه اكتر، ويبتدي يحس بصداع كتير، دوخه كتير، كحه كتير، وهمدان كتير. وهنشوف في الفيديو اللي احنا هنعمله ده دي الصمام المترالي عمل ايه في الشاب ده، واحنا المفروض ان احنا هنتصرف معاه ازاي.